عمرك تخيلت ان كان في واحد في الكون كان هو السبب في انك تعرف تشوف نفسك من جوه؟ تعال اقول لك. سنة 1895 العالم الألماني ويلهلم رونتجن كان قاعد في المعمل بتاعه، وكان عادي يعمل شوية تجارب على الكهرباء، واللي كانت تعتبر اختراع حديث في الوقت ده. تحديدا كان قاعد بيعمل شوية تجارب على الكاثود ريز، وهي عبارة عن شوية إلكترونات بتكون في أنبوبة مفرغة اسمها الكاثود تيوب. بنوصل الكهرباء وبنلاقي ان الإلكترونز بتمشي من القطب السالب للقطب الموجب، ولو حطينا أي فلورسنت سكرين ورا الأشعة دي بنلاقي ان في ضوء بنقدر نشوفه بعينينا. كل ده وتمام خالص، مفيش اي مشكله. تقوم تدخل عليه مراته في شتاء المانيا القارس بكوبايه شاي وبقسماطه وهي بتعدي، يلاحظ ان الاشعه دي بتخترق الاجسام الصلبه. فالفكره تنور في دماغه ويقول لها تعالي كده يا بت، هاتي ايدك. فتقول له عايزه ايه يا ولا؟ خلاصي بزعيق بقى. بس طبعا قال لها بالالماني بتاعهم اللي هو فيه فخ وخاه كتير والكلام ده، وحط ايدها على الجهاز واللي كانت لابسه فيه الخاتم بتاع الجواز بتاعهم، وقدر ياخد اول لقطه اكس راي في تاريخ البشريه لايد مراته بالخاتم بتاع الجواز بتاعهم. لدرجه ان مراته اول ما شافت الصوره قالت انا حاسه اني شفت نفسي وانا ميته. تخيل كده بتشوف الهيكل العظمي بتاعك وانت حي. ومن ساعتها بقى والاكتشاف ده دخل في اختراع أجهزة الإكس راي والإيربورت سكانرز والإم آر آي والسي تيز، حتى استخدموه في التلفزيون الكبير أبو صندوق ده، وفي أبحاث الفضاء، وفي أبحاث التربة، وغيرها من ملايين الاختراعات اللي غيرت مسار البشرية.